النهارده 14/12 يعني فاضل أسبوعين على فترة القيد الشتوية، انتقالات يناير زي ما إحنا بنسميها، والمفروض مثلًا يعني إن كل فريق مستني الفترة دي عشان اللي عنده مشكلة في لعيب، عنده مشكلة في مركز، عايز يجيب مهاجم، عايز يجيب مدافع، عنده حد اتصاب، عنده حد ما طلعش في المستوى، فدي فترة إيه، صيانة زي ما بيقولوا كده للفرق. كمان أنت عندك المنتخب بيلعب أفريقيا، يعني كمان عيشتك مرتاح، يعني خُد نَفَسك بقى كده، وبُص بقى كده على اللعيبة، واكشف، وشوف أنت عايز مين، وشوف أنت عايز إيه، والعبها صح. لو اتكلمنا في الزمالك، فالزمالك عنده الفترة دي عاملة له قلق، ليه قلق؟ لإن مشكلته مش في اللعيبة بس، ده أنت عندك مشكلة في فَك القيد، وعندك مشكلة في المدرب الأجنبي، وعندك مشكلة في فلوس اللعيبة الأجانب. ده قبل ما بسم الله الرحمن الرحيم نشوف أنت هتجيب مين، يعني قبل ما نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم الزمالك عايز مهاجم، عايز مدافع، عايز مش عارف إيه، أنت عندك 3 حاجات أساسية لازم تحلّهم، سيبك من المدرب الأجنبي يا عم، خلّيهم حاجتين أساسيتين، أول حاجة إن أنت ت تحل مشكلة القيد ودي فلوس كتير، تاني حاجة إن أنت تدفع فلوس اللعيبة الأجانب اللي موجودة عندك عشان ما يمشوش، بنتايج وعلى ذكر بنتايج يعني أنا مش عارف يعني إيه لعيبة الكباتن بتوع الزمالك بيحاولوا يقنعوه إن هو يرجع، يا جماعة ده مش في الكورة، بصراحة ده مش في الكورة، الكلام ده لو هو متخانق مع المدرب، لو هو مثلًا زعلان من تعامل المدرب، ماشي أقول لك اقعد معاه واتكلم معاه، زعلان من حد في الإدارة اقعد اتكلم معاه، واحد ليه فلوس، ادّي له فلوس عشان ما يمشيش، تمام؟ عندك كمان في الزمالك ناصر منسي عايز يمشي، ناصر منسي الموسم ده يمكن ما لعبش 10 دقايق على بعض، عايز يمشي، حقه، قُل له هات عرض وامشي، مش أزمة، يعني أنا رأيي ناصر منسي ما تستفدش بيه، خلاص لو عايز يمشي عنده عرض من أي نادي هنا في مصر طلّعه واستفيد بيه، لو طلّعته ب5.000.000 ب10.000.000 أنت الكسبان، لو طلّعته بصفقة ودفعت فرق أو خدت فرق أو أنت الكسبان. أحمد حمدي مش عايز يجدد، ما يجددش، أحمد حمدي مش مفيد للزمالك زي ناصر ماهر مثلًا، طبعًا زي عبد الله السعيد، ده بزيرة مفيد عنه، فأنا من رأيي أحمد حمدي عايز يمشي يمشي، ما خلاص ما تجددلوش، ما تتكلمش معاه، بس لو ليه فلوس ادّيها له، لإن أحمد حمدي هيشتكي. أحمد حمدي لو ليه فلوس هيشتكي مش هيسيب النادي، عشان بس إيه، تبقى الدنيا مترتبة. الزمالك بقى محتاج قد إيه عشان يحل المواضيع دي، محتاج فلوس كتير أوي، محتاج فلوس فرجاني ساسي وفلوس جوميز وفلوس جروس وفلوس مش عارف مين، ومحتاج مبالغ، أرقام. فأنا كمان من رأيي لو في أي لاعب جاي له عرض قيّمه وطلّعه، يعني مثلًا آدم كايد جاب لك عرض لنفسه يا عم عايز يمشي، عمر فرج ده عمر فرج فسخ عقده ومشي أصلًا. وقعدنا نقول من أول الموسم شوف له بيعة، شوف له بيعة استفيد بفلوسه، ما فيش. فاللعيب اللي هييجي له بيعة من صفقة الأجانب ما عدا خوان بيزيرا مشّيه. شيكو بانزا اصبر عليه لبعد أفريقيا ومشّيه. هيلعب مع منتخب أنجولا أفريقيا. أنا من رأيي شيكو بانزا يمشي بعد أفريقيا. ييجي له عرض كويس من أي حتة مشّيه واكسب منه فلوس واستفيد وخليه يتنازل عن مستحقاته تبقى جميل. في الأهلي بقى الدنيا بدأت تسخن شوية. ليه؟ لأن الأهلي أول حاجة عايز مهاجم، فهيدفع فلوس كتيرة، وعنده ملف التجديد بتاع ديانج برضه الواد عايز فلوس كتيرة $2.000.000 2.200.000 والأهلي 1.400.000 فالوضع إيه مش في التمام يعني، ومصطفى شوبير عايز يحترف، يعني مصطفى شوبير جاي له عروض ولكن عروض متوسطة، هو عايز يحترف. الأهلي طبعًا عامل حسابه إن الشناوي آخر موسم السنة دي، والسنة الجاية يبقى مصطفى شوبير أساسي. فبدأ يحط عراقيل في الموضوع، وبدأ مصطفى يتكلم كتير مع الإدارة أنا عايز أمشي، أنا عايز أمشي،
فالموضوع ده برضه عامل شوية قلق جوّه الأهلي. موضوع حمزة عبد الكريم، اللاعب ضاغط على عرض برشلونة، وهو عرض ما يترفضش، ولكن بعض الأمور المادية أنا عن نفسي مش موافق على موضوع الإعارة المجاني، ولو نفع نشتريه ما ينفعش نرجّعه لكم، ما فيش الكلام ده، افرض جاله رباط صليبي والّا افرض جاله أي إصابة عندك، أنا هاعمل إيه؟ فلأ ما فيش الكلام ده، يوصلوا العرض يعني الأهلي ما يبالغش في شروطه، وبرشلونة طبعًا كده هم عايزين الولد وبيتفاوضوا معاه وبيتفاوضوا مع إدارة الأهلي، فالأهلي يسايس الدنيا شوية عشان حمزة عبد الكريم يطلع، والله العظيم فرصة حلوة وفرصة قوية، وهتفتح كمان مجال حتى لو ربنا ما وفقوش وكمّل في برشلونة هيروح في مكان تاني، لمّا تبدأ في برشلونة زي محمد صلاح لمّا راح تشيلسي والموضوع ما مشيش معاه نزل على فيورنتينا بعد كده روما، بعد كده رجع تاني ليفربول، فما نزلش على مكان مثلًا درجة تانية، ما نزلش على مكان كده، نزل على فرقة كويسة، فرقة محترمة، فيورنتينا وقتها كانت قوية في الدوري الإيطالي. فأعتقد الأهلي لازم يبُص لمصلحة اللعيب، ويبُص لبراند الأهلي برضه، ما أنت هيفضل طول عمر اللاعب ده مرتبط اسمه لاعب برشلونة وخريج ناشئين الأهلي، ما هو دي برضه دي بفلوس، يعني لو الناس برضه تفكّر صح دي برضه بفلوس، فالمفروض بقى ال15 يوم الجايين دول نشوف تحرُّكات هيبقى الدنيا سخنة أكتر، الأحداث كتير أكتر، اللي عايز يمشي، اللي عايز يجدد، اللي عايز يشتري، اللي عايز يبيع، اللي عايز يفُك أزمة قيد، اللي عايز يفسخ عقده، فال15 يوم دُولة عايزين نركّز مع بعض شوية فيهم.